كريم مويست 1 قبل ما تتفرجي على الفيديو، لان الفيديو ده شامل كل حاجه وهيعرفك كل حاجه عن الكريم ده من طقطق لسلام عليكم، عشان ما تتدبسيش في الاخر او تاذي بشرتك. فاتفرجي على الفيديو الاخر وعشان تعرفي هل مناسب ليكي ولا لا. ويلا بينا نبدا. يا صباحكم او مساءكم بهجه، انا بهجه واهلا بيكم في فيديو جديد. النهارده هيكون ريفيو شامل متكامل عن كريم مويست 1. زي ما وعدتكم قبل كده ان هعمل لكم ريفيو عنه، مش هتحتاجوا ان انتوا تشوفوا اي ريفيوهات تاني غير كلام كتير او اطول عليكم. يلا نبدا الفيديو، بس قبل ما نبدا ما تنسيش تعملي لي اشتراك في القناه عشان يوصلكم كل الفيديوهات الجايه، وتفعلوا زر الجرس عشان اول ما انزل الفيديو يوصلكم على طول. ويا ريت كده تعملوا لي لايك وكومنت وشير والحبشتكنات بتاعه اليوتيوب دي. ويلا بينا نبدا. اول حاجه هكلمكم عنها ان هو منتج طبي، كل مكوناته طبيه، ما فيهوش حاجات كيميكال، فدي طبعا حاجه جدا ان انتوا هتحطوا منتج طبي على بشرتكم مش هتبقوا قلقانين قوي المنتجات طبعا اللي فيها كيميكال. دي اول بوينت حلوه فيه. من مكوناته زيوت وحاجات كتير قوي بترطب البشره، زي زيت الزيتون، زي زيت اللوز، زي الجليسرين اللي انتوا عارفين طبعا ان هو يرطب البشره كويس قوي، شمع العسل برضو اللي بيساعد على ترطيب البشره، زي زيت الكتان. كل الزيوت دي طبعا بتساعد ان البشره تترطب، فدي حاجه حلوه قوي. حاجه فيه هو اقول لكم هو مناسب لانهي نوع من انواع البشره. اول حاجه هو مناسب طبعا المرتبه الاولى للبشره الجافه. اي حد قلت له عايز مرطب للبشره الجافه هيرشح لكم اول حاجه مويست 1، خصوصا ان هو من الفئه سعرها مناسب لاغلب الناس. حد ممكن يستفاد منه طبعا البشره الجافه، حد ممكن يستفاد منه البشره المختلطه اللي شويه مايله للجافه مش اللي مايله للدهنيه. دي طبعا هتقدر ان هي تستفاد منه. ممكن البشره الدهنيه تستخدمه، ولكن انا بصراحه حاسه ان ممكن تستخدموا حاجه جل احسن اكتر يعني من قوامه. من تجربتي انا بشرتي جافه، ممكن حد بشرته دهنيه يجربه، بس جربه الاول يشوف هيمشي معاه ولا لا. لو في الشتاء مثلا وبشرته بدات تجف شويه فممكن يجرب. ثالث حاجه معايا هوريكم. اول حاجه ده حجمه، هو حجمه 100 جرام. هفتحه لكم من جوه. انا شفت شكله قلت ايه ده ممكن يخلص على طول، مش بسرعه بس ممكن يخلص على طول ما يطولش. بس لا، حته منه صغيره بتفرد معاكي منطقه كبيره، وهوريكم دلوقتي قدامكم. هو ده شكل العبوه من جوه. بصراحه حجمها حلو، هتقعد معاكي مقارنه بسعره اللي طبعا هقوله لكم، بس كملوا معايا الفيديو للاخر. كمان البشره الحساسه ممكن تجربوا تشوفوا هيمشي معاها ولا لا. طبعا قلت لكم ان ده منتج طبي فهو خالي من اي عطور، فلو عايزين منتج فيه ريحه حلوه او كده مش هيمشي معاكم ده بصراحه. فكره ان هو يبقى ما فيهوش اي عطور دي حاجه كويسه قوي للبشره، لان انتوا عارفين ان الحاجات اللي بيبقى فيها عطور نسبه كبيره بتهيج البشره، تطلع حبوب، تعمل التهابات، خصوصا لو البشره حساسه او البشره معرضه للحبوب. لان البشره مجهده عطور هتبوظ البشره، فدي حاجه كويسه فيه ان هو ما فيهوش اي عطور. دي برده بتديله نسبه ان هو امن اكتر على البشره، تقدروا تستخدموه باريحيه اكتر. في كمان بوينت قبل ما اقول لكم تجربتي معاه عايزه اتكلم فيها وعايزه اقول لكم عليها. سمعت ناس بيقولوا ان ممكن يستخدموه للاكزيما، لان هو فيه شمع العسل. شمع العسل مفيد للاكزيما، ان هو بيهدي الجلد من الالتهابات اللي بتحصل له عموما، بيهدي الحروق. يعني بيقولوا، انا بصراحه الحمد لله ما عنديش اكزيما، ما جربتش فما اعرفش هل فعلا بيعالج الاكزيما ولا لا، يساعد ان الاكزيما تحسن ولا لا. لكن انا اختي عندها اكزيما وبشرتها كانت ناشفه جدا 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 بسبب الاكزيما، استخدمته مره واحده وقالت عليه ان هو حلو ورطب لها بشرتها. هي بشرتها دهنيه فبس هي ما استخدمتوش تاني، فانا برده مش هقدر احكم لكم قوي عليه. ممكن لو حد عنده مثلا اكزيما في جسمه او حاجه يجربه كده في حته بسيطه ويشوف هل فعلا هيفيده ولا لا. وبما اننا اتكلمنا على الجسم فالكريم ده طبعا الوش وينفع كمان للجسم. حاجه حلوه ان انتوا تجيبوا كريم 2 في 1، حجمه حلو برده، مش هيخلص معاكم بسرعه. يعني مثلا استخدمتوه لوشكم وايديكم فهيبقى مناسب وحلو ومش هيخلص بسرعه، لان زي ما انا قلت لكم حته صغننه منه بتفرد منطقه كبيره. هوريكم دلوقتي قوامه واقول لكم عن تجربتي معاه. سمعت ان هو ينفع بعد الليزر والتقشير، بس مش متاكده قوي من المعلومه دي، مش حابه يعني ان انتوا تاخدوا المعلومه مني كده وخلاص، لا يعني جربوا الاول. بعد ما تعملوا ليزر او تقشير جربوا استخدموه، شوفوا التجربه معاه ايه واكتبوا لي تحت في الكومنت، وانا هطلع الكومنت بتاعكم من الفيديو اللي جاي يعني، ونطلع تجربتكم لاني عايزين كلنا نستفيد من بعض. اول حاجه انا بالنسبه لي انا بشرتي جافه جدا لدرجه ان هي لما الجو يبقى ساقع قوي بتبدا ان هي تنشف جدا وتقشر وتبقى مشدوده. كنت بدور على كريم سعره يبقى مناسب في نفس الوقت حجمه يبقى حلو يقعد معايا فتره حلوه حتى ببشرتي. لقيت كله بيتكلم عن مويست 1 فقلت اجربه، مش هخسر حاجه بما اني بجرب كذا كريم، فاحط ده من ضمنهم واشوف اللي هيحصل معاه هل هيبقى حلو ولا لا. اشتريته وقلت اجرب. اول حاجه هو مكتوب على العبوه انتوا بتستخدموه عند الحاجه، زي مثلا لو بعد الحمى، انتوا عارفين طبعا بعد الاستحمام الوش والبشره عموما بتنشف جدا خصوصا اللي بشرته جافه، تستخدموه بعد الاستحمام او بعد ما يبقى فيه الدنيا ساقعه قوي بالليل قبل ما تنام. انا بصراحه جربته اول مره كنت خايفه جدا اجربه لاني حاسه فيه كميه مرطبات وفيه كميه زيوت، خفت ان الموضوع يبقى اوفر قوي على البشره وقوامه يبقى تقيل ما اقدرش استحمله، ولكن بصراحه هو فاجئني. اول حاجه تفتحه كده
بصوا هو في العلبه قوامه تقيل ماشي. بصوا بدوس جامد بتطلع بالراحه قوي. فهو في العلبه قوامه تقيل فعلا، ولكن بمجرد ان انتوا بصوا تبداوا تفردوه على البشره، بصوا الحته دي اصلا فردت الايد كلها تمام، ولسه في زياده. بس بصوا مجرد ما تفردوه على البشره بتبدا البشره تتشربه. فهو فعليا في العبوه تقيل، ولكن على البشره لا مش تقيل خالص، وبالعكس البشره بتتشربه بسرعه. ولكن ما تحطوش منه كميه كتير، يعني حطوا منه كميه صغيره كل حته كده في الوش، يعني ما تحطوش جامد قوي على الوش، لا حطوا كميه صغيره على البشره وافردوها، ولو احتاجتوا يبقوا حطوا كميه اكبر، لكن ما تحطوش كميه كبيره مره واحده، عشان يعني هتلاقوه فجاه فرد جامد وقيت والدنيا بقت مبهدله. حته صغيره وافردوها وشوفوا هتحتاجوا حته تانية ولا لا. فبصراحه بيرطب البشره، ما بياخدش وقت، مثلا 5 دقايق او اقل والبشره بتكون اتشربت، ما بيسيبش اثر دهني. ما بحسش ان انا حاطه حاجه على بشرتي او حاجه مزيته، لا بالعكس ساعات باجي احط ايدي كده على بشرتي ما بحسش ان هو موجود اصلا، بتمتصه بسرعه، بيتفرد معاكي بسرعه، مش من النوع اللي هو يبقى مضايقك او تقيل وهو بيتفرد او كده، لا بصراحه بيتفرد بسرعه. انا بالنسبه لي بصراحه نفع قوي معايا لما بحطه بالليل، بصحى الصبح الاقي الله بشرتي حلوه وجميله ومترطبه وطريه كده. فبصراحه بقيت احب قوي احطه بالليل، يعني مثلا احطه وبعدين مثلا بربع ساعه انام، ما انامش على طول، عشان طبعا ندي فرصه ان البشره تقدر ان هي تمتصه بكل سهوله. ففي ناس بتقول ان هو سمرها، انا بصراحه الحمد لله بقالي فتره مثلا شهر بجربه، الحمد لله ما شفتش اي تاثير استمرار بصراحه في الوش بسبب، لكن يعني احنا مع بعض ان شاء الله. اي منتج يا جماعه بتكلم عنه لو لقيت عديه فيه تاثير سواء ايجابي او سلبي حصل مع الاستخدام وانا ما كنتش قلت عليه، هطلع في فيديو اقول لكم، فما تقلقوش من النقطه دي. لو لا قدر الله حصل حاجه سلبيه منه هطلع اقول لكم، ولو حصل حاجه ايجابيه اكتر هطلع اقول لكم. فهو يا جماعه بصراحه ما فيهوش افتكاسات كتير، هو مرطب طبي حلو قوي للبشره الجافه، حلو البشره المختلطه المايله على الجافه، حلو الاكزيما، حلو للوش، حلو للجسم. هو حلو ولطيف مرطب هادي على البشره، حاجه حلوه وجميله بيقضي وظيفه الترطيب. اعملها، هم مش كاتبين حاجه ما بتحصلش، مش قايلين ان هو مثلا بيفتح فنقول لكم لا ما بيفتحش، هو كل اللي قايلين ان هو مرطب للبشره، سهل الامتصاص بصراحه جدا، غير دهني ما بيسيبش اي اثر دهني، ما فيهوش عطور، حجمه بالجرام، سعره مناسب مقارنه لشركات تانية، حلو جدا في الشتاء. صيف بقى ما اقدرش اقول لكم بصراحه لاني ما جربتوش طبعا في الصيف، انا جايباه في الشتاء، لكن يعني اعتقد ان هو في الصيف وفي الجو الحر قوي لا ممكن نجيب حاجه اخف منه شويه، لكن على العموم هنجربه في الصيف واقول لكم رايي فيه برضه. انا قلت لكم ان هو حجمه 100 جرام، سعره كام؟ سعره بصراحه مختلف ما بين مكان لمكان. اول حاجه هو موجود في كل الصيدليات وموجود في كل الاماكن، وهتلاقوه في اي بيج اونلاين، هتنزلوا الشارع هتلاقوه، اي حته هتلاقوه، تقدروا تجيبوه من اي مكان، فهو سهل ان انتوا تلاقوه. دي برده ميزه حلوه ان هو يعني نازل في كل مكان. سعره زي ما قلت لكم بيختلف من مكان لمكان، اول 140 او 130 لحد 200 جنيه، يعني انا قلت رقم كبير قوي وفرق كبير قوي، ولكن انا لقيت في كل مكان سعر مختلف بصراحه. انا كنت جايباه كان تقريبا 50 جنيه. على العموم شوفوا مكان كويس، يا اما تجيبوه من البيج بتاعتهم اونلاين، يا اما تجيبوه من صيدليه كويسه بس موثوق فيها، مكان موثوق فيه وخلاص. هو بصراحه مرتب حلو قوي، فانا حبيت اقول لكم تجربتي فيه. هو اتعمل عليه ضجه بوم جامده قوي بصراحه، حسيت ان الضجه اوفر قوي، ولكن هو يستاهل ان انتوا تجيبوه ولا لا؟ يستاهل. هينفعنا ولا هنسيبه؟ لا هينفعنا ان شاء الله. حلو، وزي ما قلت لكم الفئه الاقتصاديه حلوه، يبقى مناسب لاغلب الناس، خصوصا ان هو يقعد وقت كبير، هينفع للبشره والجسم، فيعني حاجه حلوه. بس ده كان فيديو النهارده، قولوا لي عايزين ايه الفيديوهات اللي جايه. اتمنى ان الفيديو عجبكم، ما تنسوش تعملوا لي اشتراك في القناه عشان يوصل لكم كل الفيديوهات الجديده، وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم فيديوهاتي اول باول. ويا ريت لو الفيديو عجبكم يا ريت ما تنسوش تعملوا لي لايك، ولو جربتوه اعملوا لي كومنت حلو، قولوا لي ايه رايكم فيه عشان نشارك تجربتنا مع بعض. اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد، وكل سنه وانتم طيبين وكله كنافه كويس وقطايف، ومع السلامه.